حبايبي في كل مكان عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اصحابه اجمعين. النهارده بقى عاملين مع بعض حته حاجه، عاملين مع بعض محشي. الجو برد والجو شتاء والجو ساقعه. طبعا انا ما صورتش المحشي معاكم الاول لان احنا صورناه على القناه كم مره. انا بس هوريهولكوا بعد ما استوى. ده المحشي اللي على البخار اللي احنا متعودين بنحطه في قلبه كده بطايه حلوه ونعمله على البخار. النهارده هنشوف ازاي هو مستوي وازاي هو جميل. هنشوف مع بعض كده. هو خد مني ساعتين على النار، حشيته ووضبته وعملته. طبعا احنا بنحط عليه كيس، نحط عليه كيس من على الوش كده عشان يطيب على البخار، وبنغطيه باي حاجه من فوق كده، وبعد كده بنحط عليه الغطا بتاعه، وبعد كده بنسيبه ساعتين على النار، على نار هاديه خالص. طبعا انا عاملاه محشي مشكل، عامله كرنب على خس لان انا بنحب قوي ورق الخس. بسم الله ما شاء الله. عايزه اوريكم هو ازاي مستوي. احنا هنقلبه مع بعض دلوقتي ونشوفه. بصوا من غير ولا نقطه ميه ولا شوربه ولا اي حاجه. بسم الله ما شاء الله، مستوي جميل. تعالوا كده نقلبه مع بعض ونشوفه هو ازاي مستوي واللحمه اللي فيه مستويه. انا لما بعمل المحشي بقلبه في الصينيه، انا ما بغرفوش في اطباق. انا بجيب عندي صينيه محندقه حلوه كده، وبروح قلبه المحشي فيها كله باللحمه، سواء فراخ او بطه او اي حاجه، وبروح قلباه فيها. انا دلوقتي قلبت الحله كده، هنشيلها مع بعض وهنشوف المحشي بتاعنا عامل ايه النهارده. عايزه اقول لكم انه سخن سخن سخن. واو، بصوا بصوا الجمال بتاع المحشي. بص بقى، احنا لما بنحط اللحمه او الفراخ او البط بنحطه في في الارضيه بتاعت الحله، وبعد كده برص المحشي عليه. نفرد بقى المحشي كده في الصينيه، وتبتدي بقى ايه ان انت بقى تاكلي المحشي كده بقى وهو سخن كده ولسه نازل من على النار. بصي عايزه اوريكم البطه. بصي متحمره، بصي متحمره بحالها هي. بصوا انا اصلا محمراها قبل ما احطها، كمان لما حطيتها اتحمرت اكتر لان هي تبقى تحت. وعايزه اوريكم هي قد ايه مستويه. بصي بصي اهي، بصي دايبه من غير نقطه شوربه، من غير نقطه ميه، كلها على البخار. بصي 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 اللحم بتاعها دايب دايب. بصي الدبوسه كلها دايبه دوب. المحشي مستوي سوا حلو قوي. بصي ولا نقطة مية ولا نقطة شوربة. تحطي اي نوع لحمة في القعر بتاع الحلة. بعد كده بتحشي كمية المحشي اللي عندك، سواء سلق سواء خس سواء كرنب سواء بتنجان سواء كوسة، اي نوع من انواع المحشي. بترصي بتملي بقى الحلة بتاعتك زي ما انت عايزة، وبتحطي المحشي كله فوقيها وكده، بتمليه لحد الحروف، لانك انت طبعا مش هتسيبي فيه فراغ لانك مش هتحط ميه. المحشي العادي بتسيبي في الحله فاضي عشان بتحط ميه او بتحط شوربه، لا خالص، ده ما بتمليها لحد الحروف. بعد كده بتغطيها بالكيس بتاع اللبن، تحطي فوقيها طبق او اي حاجه يمسكها. بعد كده بتحطي عليها الغطا بتاعها. بصوا دي الجوانح بتاعت البطة انا حطاها معاها، والكبد والقوانص، كل حاجة طيبة وجميلة. بسم الله ما شاء الله. صوابع المحشي بصي متحمرة كده وحلوة. بصي تاكلي صوابعك وراها. بصي ما شاء الله. وتنزلي بقى سخنة كده وجميل وبألف هنا على قلبك. جربي الطريقة ديت هتعجبك جدا، واستنيني في فيديوهات جاية كتير، والطبخ اسهل مع امل.